بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا هنعمل الصنف القمر الحلو ده مع بعض النهاردة. ايه المكونات بتاعته عبارة عن ايه؟ موجودة في كل بيت. إيه، أنا عندي هنا دول حوالي كوبايتين ونص من الطحين أو الدقيق منخول طبعا. نزلت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج بودر، اللي هو بيكربونات الخبيث على الطحين بتاعي. وهنزل كمان رشة من الملح، واقلب المحتويات الجاف دي مع بعض. هنا ربع الكوبايه من الحليب الدافي، دافي ما يكونش سخن عشان ما يقتلش الخميره بتاعتي او ما يفسدهاش يعني. نزلت عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، طبعا عشان كان الكيس فيه شويه صغيرين ففضيتهم، وهفتح كيس تاني انزل ما يعادل معلقه كبيره من الخميره الفوريه. يلا يا حبايب قلبي، ادعموني باللايك. انا بتعب في الفيديوهات، انا نفسي اقدم لكم معلومه تقدروا تستفادوا منها، وكل البنات الصغيرين ربنا يأجرني ويأجركم كل خير. هنا بحط معلقه من السكر كبيره على الحليب مع الخميره. وده ليه؟ انا كده بنشط الخميره بتاعتي علشان تبدأ تتكاثر وتنشط، واتأكد كمان انها صحيحه وسليمه، وان هي تخمر لي العجين بتاعي. احنا بنعمل عجينه بسيطه خالص، ما فيهاش عرق وما فيهاش جلوتين، يعني بنلم بس، مجرد ما بنلم العجينه. علشان هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي يا قمر انت وهي. امانه عليكم، ادعمي الفيديو باللايك. تكة الزرار مش هتكلفكم حاجه ابدا قصاد المجهود والتعب اللي انا بقوم بيه. هنا غطيت الخميره وبركنها على جنب علشان تبدا تتكاثر وتنشط. وبعد كده بجيب الطحين او الدقيق بتاعي. الخميره ما شاء الله بدات زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله. ده دليل على انها نشطه. هبدا هنا اقلبها كويس قوي قوي قوي، وانزلها على الطحين بتاعي اللي عليه ذره الملح وعليه بيكربونات او البيكنج باودر. تمام. ونزلت حوالي 3 معالق من الزيت، زيت ما يكونش ليه ريحه، زيت نظيف يعني. وهنا عندي بقى حليب دافي، انا مدفيه بس. ودافي ليه؟ علشان طبعا يساعد على ان العجينه تخمر بسرعه يعني. طبعا هنا مش هينفع العجن بالمعلقه خالص، علشان كده انا هشيل المعلقه وابدا اشتغل او اتعامل مع العجينه بايدي. كل واحده فينا اكيد بتبقى مهتمه بنظافه المطبخ والادوات وايديها وكل حاجه يعني. ربنا يديكم الصحه والعافيه، ويجعلكم نعمه دايما في حياتي يا رب. اللي مش مشترك في قناتي لحد دلوقتي اشتركي. صدقيني هتستفادي كتير، سواء في معلومات في الطبخ او معلومات عامة او معلومات صحية واجتماعية واسرية. هي قناة منوعة، وان شاء الله ربنا يقدرنا واديكم كل اللي في وسع من معلومة تستفيدي منها ان شاء الله. بلم هنا العجينه بتاعتي، بحط شويه بشويه من الحليب او اللي هو اللبن الدافي دوت. على فكره لو عندك لبن رايب ينفع تعجني بيه، لو عندك زبادي ينفع تعجني بيه، لو عندك حليب ينفع، لو ما عندكيش كل ده واستعملت الميه برضو ما فيش اي مشكله خالص. هنلم العجينه بتاعتنا لما تبقى ناعمه وطريه وحلوه عامله زي الملبن. بسم الله ما شاء الله. والله يا بنات خدت ما يعني اقل من كوبايه حليب على المقدار اللي انت شايفاه. بص العجينه عامله زي يعني زي القطنه، طريه جدا بسم الله ما شاء الله. وايدي ولا بتلزق فيها ولا سايبه اثر للعجين، والاناء نفسه نضيف زي ما انت شايفه كده. ده دليل على انها عجينه ناجحه 100%. يبقى انا استعملت من كوبايتين لكوبايتين ونص من الطحين منخول كويس، دخلت فيه الهواء علشان يساعد على رفع العجينه بتاعتي ويساعد على التخمير. وحطيت عليها ذره من الملح، يعني ما يعادل نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه من البيكنج باودر، واللي هو مسحوق الخبيز. وبعدين قلبت الكلام الجاف ده مع بعضه، وخمرت نشطت الخميره في ربع كوبايه من الحليب، ونزلتها على العجين مع 3 معالق من الزيت. بس خلاص خلصت الليله كده. وما يعادل كوبايه واحده من الحليب الدافي. بجيب فوطه نظيفه او فوطين، وبغطي العجينه بتاعتي دي بعد ما غلفتها بالاسترتش لحد ما تخمر وتبقى بالطعامه والطراوه. هنا دي القوالب اللي انا هشتغل فيها. عارفين هي قريبه زي دي قوالب الطرط. تمام، ان شاء الله هعمل معاكم طرط برضو. بس هنا النهارده احنا بنعمل الصنف بتاعنا نوع من انواع الحلويات عن طريق الايه، القوالب اللي هي دهيت. حطيت شويه من الزيت في قالب منهم، وببدا بالفرشه ادهن كل الايه القوالب اللي انا هستعملها. ليه بدهنها؟ علشان اضمن ان الارضيه بتاعت العجينه تاخد اللون الذهبي الحلو وما تلزقش كمان في القالب بتاعي. طيب هنا العجينه بسم الله ما شاء الله. بصي بصي مدى خمر العجينه. بصي اهو، لو متغاظه بقى من حد طلعي زهقك وغلك في قلب العجينه. شفت بديها بالكميات عشان في ناس غايظيني في حياتي، فبطلع اللي جوايا في قلب العجينه.
فهنا زي ما انت شايفه كده العجينه مختمره تماما، اطلع الهواء منها وابدا افرغ الهواء مره تانية وابدا اقطعها بقى الى كور صغيره كده. الكوره يعني في حجم البيضه كده، علشان ابدا افردها بعد كده اهوت وانزلها فين في الاطباق اللي هي القوالب اللي انت شايفاها قدامك دي. شايفه القمر ده اهوت. هتفردي عادي، عايزه تفردي بايدك ماشي، عايزه تفردي بالنشابه ماشي، بس النشابه هتسهل عليكي كتير. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. العجينه زي ما انت شايفه ولا بتلزق ولا طريه ماسكه في الايد، مع انها طريه جدا وحلوه، بس ولا بتلزق في ايدك ولا بتلزق في الارضيه الصينيه، ولا حطيت لها دقيق ولا زيت ولا ماده ولا اي حاجه والله، ولا دهنت الصينيه زيت ولا حطيت دقيق ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده بحط العجينه وابدا بصوابع ايدي عند الزوايا بتاعه الجدران بتاع القالب، لازم ارفعها سنه. ليه؟ علشان تبقى مستوعبه الحشو اللي احنا هنحطه فيها بعدين. ركزي يا قمر انت وهي. يلا يا حبايب قلبي كلكم كده دعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوه بتسعدني، واشتراككم في القناه ده يشرفني. زي ما انتوا شايفين كده انا ببدأ هنا ايه باصابع اليد كده، ابدأ اعمل تجويف ناحية الجدران بتاع القوالب، علشان خاطر زي ما قلت لكم تبقى محتوية الحشوة بداخلها يعني. تمام يا قمر انت وهي، تمام يا ست الكل يا جميلة يا عسل. ايوه كده فردنا ما يوافق الحجم ده. على فكرة ممكن نفس العجينة دي ونفس اللي انا عملته ده ونعملها حبات بيتزا صغيرة تبقى قمر قمر قمر. هبقى اعملها معاكم ان شاء الله، بس النهاردة نخلص صنفنا وان شاء الله اعمل لكم البيتزا في القوالب دي. اهو زي ما انت شايفة انا بحاول اعمل ايه، ارفع العجين على الجدران بتاع القوالب. طالعه بسم الله ما شاء الله، عجينه ناجحه جدا بسيطه جدا. طيب بعد ما فردت بقى هنا ايه، انا عندي ده كده قوالب ودي كده قراطيس. انا هي هعمل العجين على هيئه قراطيس، على هيئه اللي هو الكونو. عارفين الكونو والايس كريم والحاجات اللي احنا بنجيبها دي، انا هنعملها قريبه من الكلام ده بس بالعجين بقى، احنا اللي قرطسنا العجين. يلا يا حلوه انت وهي. بعمل ايه، بجيب القوالب الاستانلس ديت وبعدين فردت العجينه على هيئه دايره او مستطيل ايا كان على السطح اللي عندك، وبعد كده عملتها شرايح بالسكينه، وباخد كل شريحه وببدا هنا ايه الفها حوالين القالب الاستانلس دوت. انتبه ان انت عند نهايه كل لفه من العجين تبدا اللفه التانية، ما تحطوش العجين فوق بعض عشان يستوى كويس ويديني منظر حلو وشكل حلو قوي في النهايه. هي ما كملتش هنا الشريط ما كملش، فباخد حته تانية صغيره وببدا الف ايه الشريط لما تطلع بالقمر والجمال والطعامه اللي شايفها. سهله جدا، عارفه كانك قاعده بتلعبي. اعملي العجينه كده اقعدي تسلي كده ايه بالعجين، يديكي في الاخر منتج تحفه تحفه تحفه. شفتي الجمال، شفتي العسل، كونو كونو بس بالعجين اهوت. طريقه تسويتها بتبقى واقفه كده. بس انا هبدا اكمل بقى هنا. طبعا العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه اهوت. انا يعني تعمدت ان انا ما اقفلش الفيديو معاكي واوريكي عشان تبقى سهله بالنسبه لك. انا عارفه ان الصنف ده غير تقليدي او غير معتاد ومش كتير بيعملوه، وانا اعتقد ان ما شفتوش على النت خالص. وده يعتبر حصر في قناتي. اتمنى يا رب ان يكون عامل لكم اضافه وان يكون سهل وبسيط عليكم. والله صدقوني، وامكانياته من امكانيات البيت، امكانيات بسيطه جدا. الصنف ده على فكره العجينه دي والقوالب اللي هي القراطيس ديت والقوالب اللي هي الطرت دي تقدري تحشيها اي حشوات. تقدري تعمليها زي البيتزا بحشو البيتزا، تقدري تحشيها تونة، تقدري تحشيها فطر، تقدري تحشيها لحمة مفرومة مع خضار، تقدري تحشيها مثلا حاجات مسكرة زي الكريم شانتيه مع مثلا فواكه، زي ما احنا بنعمل دلوقتي او زي ما احنا هننفذ في الصنف بتاعنا. فاذا الحشو تقدري تحشيها اجبان، ميكس من الاجبان، وفي النهايه بتختميها بالجبنه الموزاريلا مثلا على السطح مع انواع من الزيتون. يعني بصي العجينه قدامك على هيئه قالب او على هيئه قرطاس، واشتغلي فيه حضرتك اللي انت عايزاه، اللي متوفر عندك واللي امكانياتك سامحه بيه حسب ظروفك انت. تمام يا قمر، تمام يا ست الكل. اهو زي ما انت شايفة بخلص لفة القرطاس العجين على القرطاس بتاعي، ولما بلاقيه ما كملش باخد شريحة تانية وببدأ الف. بس المهم العجين ما يكونش مكلكع في بعض. انا متعمدة اهوت ان انا اوريكي واحدة واحدة عشان تستوعبيها. بص الطعامة والجمال اهو، بص القمر اهو. الدنيا سهلة خالص، مفيش اي صعوبة في اي حاجة. صنف لذيذ قوي، صنف جديد غير تقليدي، كمان بيرمي معاكي كميات كبيره قوي بسم الله ما شاء الله. يعني من كوبايتين ونص دقيق عمل كميه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي.
يعني عمل صنف حادق وحلو. شفتي بقى الجمال والطعامة؟ ده بينفع قوي في العزومات، في الولايم، على السفرة، مشرف جدا، بيدي كميات كبيرة، موفر، اقتصادي، وكمان صنف جديد الأطفال هيحبوه قوي. لما تدي الطفل قرطاس كده على شكل كونو، الطفل بيبقى فرحان بالشكل. كلنا عارفين ان العين دايما بتاكل قبل الفم، فلما تحطي طبق شكله ظريف ولذيذ كصنف في طبق شكله جميل وحلو، بيشجع الكبير والصغير ان هو ياكل منه ويدوق ويجربه. فاحنا هنا هنعمله دلوقتي بالكريم شانتيه وبالفواكه، وهنشكله بالطريقه اللي هتشوفيها معايا زي ما انت متابعه دلوقتي. ما ننساش اللايك يا قمر انت وهي. بص الجمال والطعامه. بعد ما خلصت هنا كسرت بيضه واحده في طبق وحطيت عليها شويه من الفانيليا. بص الجمال والحلاوه، احنا اللي قرطسنا العجين. تمام. خدتوا بالكم هنا انه انا كسرت بيضه وربيتها كويس قوي بالمعلقه مع سنه من الفانيليا او مع بشر البرتقال اللي احنا مجففينه مع بعض قبل كده. هيديكي بيدي ريحه حلوه قوي ونكهه طيبه قوي ايه مع البيض، عشان زفرة البيض وكده. ببدا المع السطح بتاع العجين. بص اهو بدخل القرطاس جوه صبعي كده عشان خاطر اتحكم في تغطيته بالبيض. تمام كده. وبعد كده ما اخليش فيه اي زيادات سوائل عشان ما تمسكش في الصاج، وابدا انزله على صاج الايه الخبيز. بص الطعم والجمال والله العظيم. العجين لوحده يا بنات يتاكل اكل حاف كده، يعني يتاكل ني اقصد، من غير حتى حشو، من غير اي حاجه. عسل عسل عسل. جربوه صدقوني هتعشقي وهتدمني ان انت تعمليه على طول ليكي وللولاد، والولاد هيحبوه جدا. جربيه بنفس المقادير بنفس الطريقه. هنا وهو في البوتاجاز اهوت، حطيناه بقى في الرف. انا حطاه في الرف اللي هو اللي تحت يعني، ودرجه الحراره حاميه. بسم الله ما شاء الله بيخمر وبيستوي. بصي الجمال. شفت الطعامه؟ انا طلعته طبعا هنا من الصاج بتاعه، من الاطباق بتاعته اللي هي اطباق الطرط ديت، ومن القوالب اللي هي القراطيس، وطالع بالطعامه دي. شفت الجمال؟ شفت الطعامه؟ شفت الحلاوه؟ دي مانجا ودي فراوله، كانوا مفرزين عندي. اقل حاجه عندك، وده كريم شانتيه ابيض وكريم شانتيه شوكولاته او كاكاو. اقل ما حاجه موجوده عندك يا بنات هتقدري تعملي منها الصنف القمر ده من غير تكلفه. يعني افرضي ان انت عندك حته لحمه مفرومه صغيره مع بصلايه مع شويه جزر مع بطاطسايه مع حبتين بسله، عملتي خضار حشيت الصنف. يا سلام ايه الطعامه دي. طب عندي شويه مربى، عندي مش عارفه قشطه، عندي كريمه، عندي كده، برضو خلطته وعملت ميكس وعملت حشيت، يبقى صنف حلو. تقدري تعمليه صنف حلو وصنف مالح. احنا هنا دلوقتي بنعمل الحلو منه. يا احلى متابعين في الدنيا. حطيت معلقه من الكريم شانتيه، وبعدين بدات انزل عليها شويه من الفواكه المتقطعه عندي. اي فاكهه عندك بقى، عندك حبه كيوي، حبه برتقال، حبه جوافه، فراوله، موز، اي فواكه عندك، مانجا، اناناس. قطعي من كل حاجه كده حاجه بسيطه وابداي. شفتي الطعام والجمال اهو. بالله عليكم تفرقي حاجه عن قرطاس الكونو اللي بنجيبه من السوبر ماركت؟ بل ده اطعم واحلى كمان والله العظيم. جربوه مش هتندموا. صنف حلو قوي وموفر واقتصادي وغير مكلف بالمرة. لو دورتي على التكاليف اللي حطيناها، كوبايتين ونص دقيق بس خلاص، ومع كوباية اللبن او الحليب يعني. والحاجات دي بقى من اللي موجود عندك في البيت. اكيد كلنا بنجيب فاكهة وبيبقى عندك حبتين فراولة، حبة مانجا بتبقى مفرزاها، حاجات زي كده بتلاقيها عندك في الفريزر. لو هتلميها وتعملي منها الصنف القمر ده. شفت الطعامة والجمال؟ والله صنف موفر جدا وغير مكلف واقتصادي وصحي كمان، حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لك العجينه طالعه قسما بالله خيال والله. يهون عليكي تاكليها حاف كده من غير حشو. اولا هشه جدا ولمعه وناعمه، وتحس انها مفرغه حلوه قوي. في منتهى الجمال. انا بس فاتني ان انا اكسر لك واحده منها وهي فاضيه واوريها لك، لكن فعلا العجينه تحفه تحفه تحفه. يمكن هو باين التسويه قدامك ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو. بحشيها بقى ايه كريمه واحط فواكه، وممكن ارجع احط ايه معلقه كريمه تاني او ورده من الكريمه. هو القمع بس ما ساعدنيش ان انا اعمل الكريمه كويس، لانها الكريمه ما معايا كانت سايله سنه، هي كانت عايزه تجمد شويه في الفريزر وانا استعجلت عليها. بص الطعامه والقمر. بص الجمال. ايه الحلاوه دي. الله 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 الله. يا رب لك الحمد والشكر على نعمك يا رب الكتيره. لا بجد 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 صنف ملوش حل. الجدعان يا قمر انت وهي. يا ريت تعمليه وتنفذيه وتكتبي لي في التعليقات ايه رايك فيه وعجبك ولا لا، وعملتيه وطلع ازاي. اجمل امنياتي ليكم بدوام الصحه والسعاده. ما تنسوش تدعموني باللايك واشتركوا في قناتي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.